هنتكلم عن منطقة اسكندرية او عن اسكندرية عموما. احنا لو في ده ما بيننا، احنا اكيد هنبقى هنكسر الدنيا وهنرجع تاني زي زمان. احنا الرائدين في المجال، واحنا كل البطولات احنا المستحوذين عليها. مش شايف الابطال الاكبر منك فانت عايز تبقى ده، عايز شايف واحد تاني انحرف في اتجاه معين فانت عايز تبقى كده، مش عايز تبقى كده. برضه ده قرار. فالفكرة ان المثلث ده بالنسبة لي اهم. لا يعني الكاراتيه هذبت اخلاقهم. جدا. اه لا بالعكس، هي تصلح. بس انت ستيل عندك المنافسة. مرة انا 5 ساعات، اصحى 5 الفجر، اروح الموقع 6، ابدأ اشتغل. كنت في الاول بروح 10 11 بالليل. مدت لواحده بالليل. بقت مادة ان انت بتطبق في الشغل. بطبق في الشغل ما اه، شاء الله. مادة ان انت ممكن تشتغل مثلا. واخد الغفير في حضنك ومتدفيه. اه يعني انت بقى. صحيني لما العمال يجوا يا عم محمد. نايم بقى تصحوني. دايما كان بيتهيألي ان الكاراتيه فيه اصوات صريخ وبتاع، انا حاسس ان انت هتقوم فرا لا زي افلام لا المقاولات زمان. لا. زي زي اه، عارف الافلام اللي كانوا بيحطوا الحاجات الفل ديت ويقعدوا ايوه يكسروا فيها. ابو زيد الهلالي باين ولا مش عارف اسمه. لا ايوه ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست متغير. معانا النهارده ضيف مميز جدا. احنا كل ضيوفنا مميزين يعني، بس المره دي احنا في مجال مختلف عن مجال التدريس، وهو الكوتش. اقول لك ايه، كوتش ولا باشمهندس ولا؟ اللي انت ما شايفه. شاء الله في كذا كارير انت داخل فيهم، يعني اقول لك الحمد لله. مستر طيب لا ولا اقول ايه؟ اللي انت تقوله حلو. لا انت المفضل اليك ايه؟ الكوتش. يعني من الحاجات اللي انا بحبها جدا، من الالقاب اللي انا بحبها يعني. معانا الكوتش عبده عزت. حبيبي اهلا حبيبي، بحضرتك. عامل ايه يا عامل محمد؟ ايه؟ منورنا في البودكاست لا والله. نورك والله، ربنا يخليك، وما شاء الله عليكم، انتوا عاملين حاجات جميله قوي وشغل جميل جدا. اتمنى لكم دايما التوفيق يعني. يعني خلاص هنمسك الميديا بتاعتك يا الشغل في سلام، الشغل ده شيء خلاص. شرفني طبعا. خلاص احجز عندك اهو، ده خلاص شيء مسكها شرفني. خلاص. الفيديو ده شاهد عليه. في شرط اكيد جزائي. بعد اكيد بس. اكيد. طب احنا عرفنا الناس ان حضرتك كوتش، بس ما قلناش في لعبة ايه. مدرب كاراتيه. امم بقالي 8 سنين بدرب كاراتيه. والكاراتيه اساسا يعني هوايتي، او الحاجه اللي انا بحبها، يعني الحاجه اللي انا بلاقي نفسي زي ما بيقولوا فيها يعني. امم والحاجه اللي انا لاني فيها من صغري. و... ومارست كتير كاراتيه، قعدت سنين كتيره بلعب كاراتيه كتير لحد وقت قريب، لحد تقريبا يعني برضه من 8 سنين بالظبط او 7 سنين لما بطلت. امم وبعد كده بدات اتجه لمجال التحكيم في الاول. قعدت فتره. حضرتك اشتغلت في التحكيم برضه؟ اه اشتغلت، حكمت فترة، اشتغلت خدت دورة تحكيم مم. ونجحت فيها الحمد لله. واشتغلت حكم فترة. معلش المخدة دي مضايقاني ولا يهمك. حتى جا. معرفش جابوها ليه، ماشي كمل. بس بعد كده اتجهت لمجال التدريب وشدني اكتر. امم اكتر بكتير. المنافسة. فكرة المنافسة. التحكيم طبعا مجال محترم جدا، بس انت الفكرة ان هو انت حكم، فانت ليك رولز معينة انت ماشي عليها، وليك حاجات معينة انت ماشي عليها وبتطبقها. التدريب انت هي اقرب حاجه للعب زي ما بيقولوا، يعني انت كنت لاعب فمنافسه، فتدريب منافسه برضه. امم فدي من الحاجات اللي شدتني جدا يعني. في اخر ابديت حصل، وحاجة ما شاء الله يعني لفتت نظري، ان تقريبا في 5 لعيبة من طلاب حضرتك، 5 من اصل 7 حصل. عملوا سكور في حاجة اسمها التجارب. بالظبط. ما اشرح لنا اكتر ايه القصة. كنا شهر 9 اللي فات، مم. الاتحاد المصري للكاراتيه قرر ان يكون في، احنا عندنا الموسم بيبدأ من شهر 7 لشهر 7 يعني موسم هتاخد الايه، البطولات؟ الموسم اللي هو البطولات. مم. يعني الموسم بيبدأ عندنا من شهر 7. مم. فكان الاتحاد قرر ان هو يبقى فيه بطولة تجارب منتخب مصر. التجارب المؤهلة لمنتخب مصر اتعملت في شهر 9 اللي فات. تمام. تمام، مع بداية الموسم فشاركنا في التجارب. و... والحمد لله يعني بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. 5 لعيبة حققوا الحمد لله في التجارب ديت. والتجارب دي هي بطولة مفتوحة لمراحل الناشئين والشباب 21. مم. مؤهلة لبطولة العالم في المغرب 2026. تمام. فهم اللي بيتم الاختيار العناصر اللي هتنضم للمنتخب، علشان خاطر بعد كده ياخدوا التصفيات والبطولات اللي بعد كده، اللي تأهل بعد كده في الآخر لبطولة العالم. كويس. فالحمد لله ربنا كرمنا طبعا. والحمد لله والشكر لله. 5 لعيبة الحمد لله حققوا. مم. فدي من الحاجات اللي أسعدتني جدا، من الحاجات الجميلة اللي بسطتني. إن مجهودنا الحمد لله والشغل اللي احنا اشتغلناه على التجارب كمان قبل يعني فترة التحضير للتجارب أخدت معانا وقت. ضغطنا نفسنا جامد قوي كتمرين، كلقاءات ودية.
ان احنا مثلا انا في اسكندريه فاقدر اطلع لقاءات وديه بره اسكندريه في القاهره او في المنوفيه او في الشرقيه. فعشان تحتك بالعناصر عشان تستفاد عشان تعلى بمستوى اللعيبه. والحمد لله اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه، يعني كانوا عندهم هدف، والحمد لله ربنا كرمنا كويس. قدرنا ان احنا نحقق الانجاز دوت. ودي من الحاجات اللي انا فخور بيها جدا، مم. ان قدرنا بعدد صغير. واحنا مثلا انا ما بشاركش عموما في البطولات كلها باعداد كبيره. الاعداد الصغيره اللي موجوده قدرت ان هي تثبت نفسها، وقدرت ان هي تحقق انجاز. حتى اللي ما توفقش برضو بيوصل لمراحل متقدمه في البطوله، والحمد لله ربنا بيكرمه بمستوى لائق، مستوى كويس يخلي الناس كلها شايفه ان لا، هنا في حاجه كويسه قوي بتحصل. فالحمد لله. معلش اعذر جهلي لو بسأل، لا اصل انا لا من بره اللعبة، يعني زي ناس كتير ممكن لا بيسمعوني. لا هل حتة ان 5 من اصل 7 وفي حاجة اسمها اختبارات التجارب ديت، اه فعلا رقم كبير في اللعبة؟ طبعا. طبعا لان انت كمان بتقيس نجاحك على المقومات الموجوده معاك، مم. واللي انت قدرت تقدمه عن طريق الحاجات اللي موجوده معاك دي. فانت ما فيش مثلا في حاجات كتير ناقصاك. انا بدرب عندي مكان، مأجر مكان بدرب فيه لعيبة، عدد اللعيبة مش كبير، عدد اللي انت بتشارك فيه في البطولة مش كبير. فبالتالي لما تحقق رقم من العدد الصغير ده بيبقى حاجة كويسة قوي، في ظل ان في أندية او في ناس يعني عندهم امكانيات كبيرة جدا وما قدروش مثلا ان هم يحققوا حاجة شبه كده. مم. او آه، والطبيعي ان هو يحقق، يعني لانه مثلا بتوفر له حاجات كتير جدا، بتوفر له دعم في حاجات كتير جدا، بتوفر له حاجات كتير بتخدم اللعيبه بتاعته وبتخدم المؤسسه بتاعته او المكان بتاعه. فده مش موجود عندي. ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهادنا واجتهاد اللعيبه واولياء الامور طبعا، وان احنا حطينا نفسنا على طول على في حته المنافسه، مش بس المشاركه. يعني مش بس ان انت بتشارك في تجارب منتخب مصر او تجارب المؤهله لمنتخب مصر، لا، هي فكره ان انت تبقى دايما منافس، تبقى دايما تخلق جوه اللاعب روح المنافسه، فيقدر ان هو يطلع اقصى حاجه عنده ويوصل لحاجات الطبيعي والورقه والقلم يقولوا انه لا، مم. بيقولوا انه صعب. صعب ان انت توصل. الدعم او الحاجات اللي بتتقدم لك مفيش، مش موجوده، مفيش اي حاجه موجوده. يعني خليني اكون ايه، اجيب لك على الايه من انت داخل الاخر. انت داخل تقول يا رب واحد. يعني اللي هو انت داخل، اللي هو انت مفيش حاجه غير ان انت بتمرن، قاعد بتمرن اللعيبه دي تلعب لقاءات تمرن، مفيش مثلا دعم من حته معينه، مفيش دعم معنوي او دعم مادي او اي دعم بيجي لك. لكن انت بتحارب مع اللعيبه دي عشان تقدر تحطهم دايما على طريق المنافسه وتقدر توصل معاهم للنجاح والميداليات والبطولات والحاجات دي. مم. فمع قله العدد دي طبعا، الحمد لله بفضل ربنا ما حاجه شاء كويسه. الله. الحمد لله. يا رب دايما كده ربنا يخليك يا طب رب. انت ناوي الجول الجاي، الهدف الجاي، والله عايز الهدف، كام لعيب بقى؟ والله انا اتمنى كل اللعيبه طبعا. يعني انا بالنسبه لي انا طول عمري بشتغل مع كل اللعيبه، كل اللعيبه بلا استثناء. حتى ما عنديش فكره التميز، يعني او فكره ان انت مش التميز، فكره ان انت تكون بتميز ناس عن ناس لاغراض معينه، دي مش موجوده عندي. مم. طول عمري من اول ما بدات وانا بشتغل مع اي لاعب، ايا كان قدر موهبته، ايا كان قدر موهبته، وايا كان الامكانيات اللي موجوده عنده او اسرته او ولي امره او الكلام ده كله، بشتغل مع كل الناس. مم. وبحاول اطلع من كل لاعب اقصى حاجه. اقصى حاجه عنده تخليه يوصل لمرحله البطوله او مرحله الميداليه. طبعا الجول اللي جاي كبير جدا. ايه هو؟ الجول اللي جاي بطوله العالم، بطوله العالم 2026. يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا ويسدد خطانا، يعني ونقدر ان احنا نوصل ان شاء الله باكتر من لاعب ان هم يشاركوا في بطوله افريقيا وبطوله العالم 2026 باذن الله. باذن الله. ده طبعا هدف كبير، طبعا انا محتاج سعي كتير ومحتاج شغل كتير ومحتاج ان انت تحارب فعلا للاعب واللعيبه نفسها تحارب، وان انت تخلق فيهم الروح ديت ان هم يقدروا يوصلوا لبطوله العالم. مم. لان هي دي اهم بطوله، هي اهم بطوله
للاعب الكاراتيه هي بطولة العالم في المرحلة بتاعتك، سواء ناشئين أو شباب أو 21. هي ديت المرحلة اللي جاية في 2026. ف... فبالتالي هي أهم إنجاز لأي لاعب في الدنيا، يعني إن هو يحقق بطولة العالم يعني. فإن شاء الله ده الهدف. والحمد لله احنا برضو التيم بتاعنا عمل الموسم اللي فات نتائج قوية جدا، الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله. فطبعا الهدف بتاعنا برضو في الموسم الجديد اللي هو الموسم الطبيعي بقى، اللي هو الفردي او البطولات الفردية، ودي لسه هتبدأ من شهر واحد اللي جاي. ان احنا بدل مثلا، الحمد لله برضو كان من الحاجات الجميلة اللي انا حققتها الموسم اللي فات، هي ان في عدد كويس جدا من الميداليات على مستوى الجمهورية، والمراكز، الميداليات والمراكز على مستوى الجمهورية الموسم اللي فات. فأنا بتمنى من ربنا إن العدد ده يزيد أكتر في كل المراحل العمرية، وإن بدل ما كانوا 10 ميداليات ومراكز على مستوى الجمهورية، لا أنا عايزهم يبقوا 20، 15 و20. العدد اللي يشارك كل ولاد ان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم، وكل ديت بالاجتهاد والسعي طبعا، باذن الله، ربنا ونتوكل ان على شاء الله الله. وربنا ربنا ان شاء يكرمنا. الله يكرمك ليك في اعلى مراكز باذن يا رب الله. يا رب ربنا ان اتمنى. شاء الله يكرمك بواحده كده ايه على مستوى العالم، تبقى يا حاجه ريت يا رب، دي نبروزها كده امنية. ونعمل عليها حلقه بقى ان شاء الله. دي امنية حياتي يعني، باذن الله. فربنا يكرمنا باذن الله يعني. باذن الله. طيب في زحمه الالعاب القتاليه الموجوده، مم. العاب كتيره جدا، والدفاع عن نفسه مش دفاع عن نفسه والقتاليه وبتاع، ايه اللي يميز الكاراتيه عن غيرها؟ بص هقول لك على حاجه. كل الالعاب تحترم طبعا، يعني انا بحترم كل الالعاب الرياضيه. في الاول وفي الاخر انت بتمارس رياضه، فدي حاجه كويسه جدا لاي لاعب او لاي طفل او كده. الكاراتيه ميزته انه تعليم حقيقي، حقيقي للدفاع عن النفس بالطريقه الصحيحه 100%. تعليم بمعنى كلمه تعليم. انا كنت لسه هسألك اقول لك يعني هل هي فعلا لعبة بالصوت كلها صريخ بس وحركات لا استعراضية، ولا فعلا يقدر الطفل او الطالب او لا اللاعب يدافع عن نفسه بيها بره لا طبعا، البطولات وبره لا طبعا، طبعا يقدر يدافع عن نفسه جدا. احنا عندنا الكاراتيه اولا احنا من اوائل الالعاب القتاليه في العالم كله. وانا بص، يعني ممكن حد يشوف ان انا منحاز مثلا، او ان انا عشان انت مدرب كاراتيه طب ما ده فانت طبيعي، ما هي لعبتك. ما تنحاز براحتك يا ايوه، سيدي. بس هي ايه يعني، هو الموضوع مش فكره انحياز، بس الفكره ان بجد الكاراتيه من اقوى الالعاب الفنيه والتعليميه للطفل، ان هو او للطفل طبعا كل ما يكبر بقى ان هو يدافع عن نفسه. زائد حاجه كمان، الكاراتيه بيعلمك ازاي تتحكم في قوتك. مم. يعني مثلا احنا عندنا احنا عندنا مثلا الكوموتيه اللي هو انا متخصص فيه، هو قتال. فاحنا عندنا في القوانين بتاعه الكاراتيه ازاي ازاي تعمل ديفنس كويس عن الضربات عشان ما يتسجلش فيك نقط، ازاي تهاجم والهجوم بتاعك يكون بطريقة معينة وبطريقة تعليمية تقنية صحيحة. يعني ما ينفعش اي ضربة تتضرب بشكل عشوائي، لا الضربة ليها مسار معين وليها تكنيك معين لازم تأدي بيه علشان تتحسب لك. زائد حاجة كمان، ان الضربات اللي عندنا اللي موجود فيها باور دي بتتحسب انذار للاعب، يعني دي ضده مش معاه. فهي بتوصل اللاعب ان هو يبقى عنده كنترول قوي قوي على الضربات اللي هو بيأديها. يبقى ازاي انت تبقى قوي، مم. وازاي تقدر تدافع عن نفسك، وازاي لما تدافع عن نفسك وبعد كده تهاجم ازاي تبقى متحكم في الهجوم ده، لان انت ما تأذيش اللي قدامك بس تقدر تهاجمه. مم. فاهم قصدي؟ يعني تقدر تهاجمه، تقدر ت... تضعف تحجم قوته شوية. بس في نفس الوقت انت مش هتوصل لمرحلة ان انت تأذيه بشكل كبير. مم. فاهم قصدي؟ وده بيبقى ناتج عن ان انت بتبدأ تعلم طفل، يعني اي طفل. طبعا هي الصعوبة طبعا والمتعة في الاطفال ان انت تعلمه ازاي يتعلموا كاراتيه صح. انك تعلم الطفل انه يتحكم في الباور بتاع رجله او في الباور بتاع ايده، ده موضوع صعب مش سهل. ده ضبط النفس. بالظبط. ان انت ممكن اضرب ضربه بايدي او ضربه برجلي
بس في نفس الوقت انا متحكم في قوتها، وفي نفس الوقت اقدر اضربها قويه. فانا بشوف ان الكاراتيه يعني من اهم الالعاب القتاليه، عشان ما يعني كل الالعاب طبعا زي ما قلت لك تحترم، لان كلهم اخواتنا وكلهم حبايبنا يعني، بس انا بشوف ان الكاراتيه اكتر لعبه لا تخلي الطفل منضبط في قوته، يقدر يتحكم في الباور بتاعه، مش يبقى باور عشوائي. يقدر يضرب بايده وبرجله، يقدر يعني ايده ورجله الاتنين يقدر يستخدمهم. في بعض الالعاب بتبقى الايد استعمال الايد اكتر او استعمال الرجل اكتر او كده. لا، انت الكاراتيه عندك شامل كل حاجه، بلس ان انت بت يعني التكنيك نفسه بتاع الفايت او بتاع القتال لازم الضربات تكون ملعوبه بشكل صحيح. مم. ده بقى بالنسبه للبطولات او بالنسبه للمنافسات او الكلام ده كله. ما ينفعش اضرب اي ضربه بايدي حتى لو اتسجلت، او برجلي حتى لو اتسجلت وتتحسب. لا بالعكس، الموضوع بيقلب ضدك. فانت ليها تكنيك معين. الحاجات اللي بقولك عليها دي بقى كلها هي بتأثر بشكل غير مباشر في الطفل. بتعلمه، بتوعي عقله، بتعرفه ايه، ازاي اضرب ضربة بمسار صح جدا، بكنترول صح جدا، وابقى عارف انا بضرب ازاي وامتى وفين. وفي الماتش اصلا في القتال ازاي ابقى عارف المسافه مثلا اللي انا هضرب فيها مع الخصم، ازاي ابقى عارف التوقيت المناسب للضربه، ازاي ابقى عارف الكلام ده كله مع ده بشكل غير مباشر. فانت نميت حاجات كتير قوي عند الايه، مم. عند الطفل. عند الطفل. فهمتني؟ حاجة كويسة جدا. فانا بشوف ان لا، الكاراتيه من اهم الالعاب يعني، يعني انا شايف ان هي اهم لعبه في الالعاب القتاليه بجد. والله مش انحياز بس بس هي انا شايف ان هي فعلا اهم لعبه في الالعاب القتاليه. علموا ولادكم كاراتيه يا جماعة. انا بجد هتفرق جدا. مم. وهقول لك على حاجه، انا بمرن بقالي فتره طويله، مم. 8 سنين. 8 سنين. اه. ف8 سنين ده انا كان معايا مثلا بعض اللاعبين اللي عدوا معايا بفترات عمريه. يعني في ناس كانت معايا وهي اعمارها صغيره مم. وبتكبر واحده واحده معايا. فانت بتشوف فعلا آه، يعني رد الفعل على التدريب ده كل فتره. أثره. اثر التدريب مم. بالظبط على على الطفل ده كل فترة، لما بيكبر شوية لما بيكبر شوية وهكذا. بتشوف العيوب اللي ولي الأمر كان بيبقى مثلا هو جاي يشترك لابنه أول مرة، وهو كان بيقول لك على بعض العيوب: ابني مهزوز، ابني ما عندوش ثقة بنفسه، ابني ابني هايبر قوي، مم. ابني بيتضرب، مم. ابني حاجات بقى ايه يعني، حاجات كتير. فاللعبة هزبته. فبالظبط صححت المسار مم. في حاجات كتير بشكل غير مباشر. ان التدريب، الالتزام، المنافسات، البطولات، الماتشات، الحاجات دي تعلي اكتر الثقة بالنفس، الفوز شوية، الهزيمة شوية، الحاجات دي كلها لا آه، اثرت جدا وبان ده مع الوقت. يعني انا نفسي لمست ده. في الاول بقى طبعا انا شاب صغير ببدأ ادرب كاراتيه، فانت مش لامس الموضوع قوي. مم. مع الوقت دلوقتي فهمت. فهمت جدا ان لا الموضوع لا انت الموضوع فيه تغيرات كتير جدا، وفعلا في تغيير مباشر بيحصل مع الطفل اللي قدامك ده وهو بيكبر سنة عن سنة، وهو بينقل من مرحلة طفولة لمرحلة أكبر شوية وهو في إعدادي، وبعد كده يبقى في ثانوي والكلام ده كله. فلا يعني الكاراتيه فعلا بيأثر بشكل كبير جدا جدا جدا، وفي الضوابط للطفل. دي من اهم مميزات الكاراتيه، دي حقيقة من اهم مميزات الكاراتيه بجد، ودي حاجة ملموسة يعني. تمام. حلو والله، كويس مم. أوي. هل صادفك موقف حد تنمر او تسبب باذى لزمايله بسبب اللعبه دي؟ انت قصدك انه حد بس عشان بيلعب كاراتيه رياضه فحد شاف نفسه لا لا يعني الكاراتيه هذبت اخلاقهم. جدا اه. لا، بالعكس هي تصلح، بس انت ستيل عندك المنافسة فيها هزيمة. فانت مهما ارتفعت وبرضه زي ما بقول لك بشكل غير مباشر، مهما ارتفعت انت بتلاقي ان اللاعب عارف انه لا احنا بنجتهد بنتعلم صح،
نشتغل صح، بس انت في غلطات ممكن توقعك. فبالتالي بشكل غير مباشر هو مش بيشوف، بس بيبقى عنده ثقة في نفسه. اه. وفي فرق طبعا، انه لا مش بيبدأ يتغر على اللي حواليه، او مش امم. بيبدأ يحاول يهاجم اللي حواليه. لا بالعكس، هو بيفضل زي ما هو، ومهذب ومنضبط لحد ما حد يجي امم. يهاجمه. فبالتالي بيقدر ان هو لا ما يدافع عن نفسه بشكل كويس، عن طريق بقى الحاجات اللي هو اكتسبها من التمرين ومن فترة التمرين ومن الكلام ده كله، ان هو بيتمرن ومنتظم في التمرين والحاجات دي كلها. حلو. فطبعا بالعكس تماما، ما يعني ما فيش حاجة عملت العكس دي معايا، ما صدفتنيش. صادفني ان انا ابقى مثلا في طفل ان هو زي ما قلت لك اتعرض عنده للتنمر دوت. فلعب اللعبة فبدا يصد بقى عن بدا نفسه. يصد عن نفسه، بدا يقدر يرد التنمر ده، بدا مم. ان هو يرد يبقى عنده ثقه بنفسه. ودي من اهم الحاجات اللي بعد كده حتى بتخدم الاطفال في حياتهم كلها، مش بس في الرياضه يعني. مم. ف كويس. طيب عودة إلى الجذور. تمام. الكابتن عبده عزت وهو لسه شاب ناشئ صغنون، مم. هل اللعبة دي اتفرضت عليك فرض ولا انت فعلا انت لقيت نفسك صغنون فيها؟ قوي ده، صغنون جدا ده. بص هي ما اتفرضتش عليا، بس انا اختي كانت بتلعب كاراتيه. تمام. اختي الاكبر مني كانت بتلعب كاراتيه، فانا طفل صغير 3 سنين. لا ثلاث بدات. 3 سنين. مش كده بقول لك صغنون قوي يعني، فاللي هو انا بدات صغير قوي. اه. ف... 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 فانا طبعا مره معاها في التمرين ورايح تمرين وكده، فانا عايز شبطان. فشبطت، كنت صغير، فتمام خش. فدخلت لعبت كاراتيه، حتى اول من زمان يعني، اول شهاده حزام اصفر دي من سنه 98 تقريبا، ده اول حاجة في اواخر اللعبة 98 حزام كده، اصفر. كانت حزام الحزام الاصفر. الشهاده موجوده عندي في البيت لحد دلوقتي يعني. ف فطبعا بقى اتشديت. طبعا طفل ما اعرف، مش فاكر تفاصيل كتير قوي، لان طبعا سنه صغير قوي. بس فاكر بعد كده بقى، فاكر من اول 8 سنين. فاكر اول بطولة اسكندرية لعبتها 8 سنين. زمان كان نظام البطولة مختلف شوية، كانت البطولات في الثمان سنين ديت بتتلعب كاملة يعني، بولة كاملة. هم بدأوا يعني الاتحاد بدأ يرجع تاني النظام دوت، ان بس في المناطق ان البطولة تتلعب بنظام كامل، كاس كامل، منافسة كاملة، بعيدا عن البطولات اللي هي التنشيطية او التجريبية مم. اللي هي للولاد اه. الصغيرين. لا زمان ما كانتش موجودة. وقعدنا فترة طويلة وكانت واقف الموضوع ده وقف، وبعد كده رجعوه تاني. بقالنا موسمين حلو. ان هم بدأوا يرجعوا المنافسة تاني لسن الثمان سنين والتسع سنين والعشر سنين والكلام ده كله. ففاكر اول بطولة اسكندرية 8 سنين. عايز اقول لك اول بطولة اسكندرية 8 سنين ديت جبت فيها تامن اسكندرية. يا التامن من وسط كام لاعب؟ لا من وسط عدد محترم يعني، ما عدد شاء الله. لان كان زمان برضو البطولة، احنا النظام اتغير شوية. مم. يعني احنا كنا زمان كان بتتلعب زوجي 8 سنين، 10 سنين، 12 سنة، 14 سنة. كنت بتلعب مثلا سنة كنت انت الصغير، مم. وبتلعب مع اللي اكبر منك. مم. والسنة اللي وراها بتبقى انت الكبير، بتلعب تحت 8 برضو، بس بتبقى انت الكبير وبتلعب مع الاصغر منك. مم. ده كان السيستم زمان اللي كنا ماشيين عليه. فكان العدد بيبقى كبير، لان طبعا بتبقى مرحلتين عمرية، يعني سنتين يعني مثلا، يعني انا 95 يبقى 95 و94 مع بعض، اه. فالعدد كان بيبقى كبير. المهم يعني عشان تفاصيل. ما كعبلكش في تفاصيل كتير. راجع ورا التفاصيل اه. اختصر. بس عشان ما كعبلكش في تفاصيل كتير، هي البطولة كانت أول سنة ديت جبت فيها سابع اسكندرية. ما دي شاء الله. بداية اللي أنا كنت واعي ليها. سابع طبعا ده كان بالنسبة لي كارثة، يعني كانت كارثة إن عبده كمان يجيب سابع ديت. طبعا عبده ده كان حاجة وهو بقى صغير، فكان حاجة بقى عارف اللي هو بالنسبة للناس اللي حواليه، فأنا كنت عارف بقى كنت اه. صغير، كنت جامد بقى. فطبعا ده موضوع صعب جدا. اه. طبعا أنا بضحك بقى طبعا دلوقتي على الحاجات ديت، عادي وارد إن أي حد يتكعبل أو حاجة. السنة اللي وراها جبت أول، ما شاء الله. واستمريت سنين كتير أول اسكندرية تقريبا، لحد ما بطلت وانا بطل اسكندريه. ف... ف... فالحمد لله يعني. بطلت ايه؟ لحد بطلت لعب. بطلت لعب امتى؟ بطلت لعب 2017.
ده من قريب هنا، ده مش من يعني بعيد. اواخر 2017. انا بحسب الموضوع بقى ايه، لا قلت لا لعب بقى وبتاع، لا وبين عظم كبير يا ابني دلوقتي بقى. لا 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 لا، اواخر 2017 كده بطلت لعب. كويس. كانت اخر بقى فتره يعني. من 2017 حتى هذه اللحظة انت مدرب وحكم. فتره كده حكم سنه او امم حاجه او اقل من سنه، امم وكنت يعني بدات ادخل في مجال التدريب من كويس يعني. 2017 انت كده. اللعبة ملازمك كانها اخوك. بالظبط. هي سبحان الله، هي رياضه انا حبيتها كمان بقى بعد ما خلاص انت قررت المنافسات وبقيت منافس وبطل جمهوريه كل سنه، وانا لاعب كل سنه بجيب اول جمهوريه ومش عارف ايه وكده. وبعد كده جيت في سنه خسرت جمهوريه. مش على عادة. اه اه. قلب عكرت عند انت. جدا. الموضوع قلب معايا عند فظيع، ان انت بقيت تعاند نفسك ان انت لا، مش واخد على انت الخسارة. مش واخد على ده، وانت بطل وانت قوي، وانت لحد ما رجعت الحمد لله ربنا كرمني وحققت ودخلت منتخب مصر رجال، وحسيت بقى ان انا ايه، عملت اللي مم. انا كان نفسي فيه. طيب كون ان اللعبة تمشي بالتوازي مع مراحل الدراسة المختلفة، مم. هل الموضوع ده كان مأثر عليك بشكل سلبي ولا ايجابي؟ بالعكس تماما. مم. ودي حاجة يعني لازم ننبه بيها الناس كلها، يعني ان عمر ما كان في تعارض ما بين الرياضة وما بين الدراسة نهائي. جات لنا معلومة ان حضرتك خريج هندسة اصلا. تمام. هندسة جامعة اسكندرية. وقبل هندسة في الثانوية العامة بتاعتك، بص بقى المقاسي ما وفتش حد هنا. آه. قبل هندسة كان الثانوية العامة سنتين. سنتين بالظبط، تانية وتالتة. تانية وتالتة. طيب بالظبط. انت ازاي عرفت توازن ما بين الدراسة واللعبة والمراكز بقى في اللعبة؟ مش انت ما بتلعبش وخلاص. بالظبط. اه. بص، هو الموضوع طبعا في جزء أسري، يعني الأهل طبعا، تنظيم السعي، حتة إن أنت تخلق عندك الحافز. عمر الرياضة والدراسة ما كان في تعارض ما بينهم، مم. بالعكس. كنت بخلص مدرستي، بروح أخلص دروسي واخلص مذاكرتي واخلص الحاجات الواجبات والحاجات اللي مطلوبة، وانزل تمريني بالليل. كان ده يومي وقت الدراسة. ووقت الأجازة أنا يومي فيه تمرين يوميا تقريبا، تمرين يوميا، اتمرن كل يوم. انت كويس او انت بتتطور ولاعب كويس، فانت بتحافظ على المركز بتاعك او بتحافظ على المكان بتاعك. مع يعني مع الوقت بقى التنظيم اسهل، بالعكس مش اصعب. انت بقيت خلاص عارف التزاماتك، الحاجات المطلوبة منك. فبقيت تقدر تنظم وتعمل بالانس ما بين الدراسة وما بين التمرين والبطولات والحاجات دي كلها. الكلام ده كان ينفع مع سنين النقل، ممكن يبقى معقول ومقبول يعني. ماشي. السنين المهمة مم. المصيرية زي بتاع الثانوية عامة مثلا، وهم سنتين من السنة، مم. هل إن السيستم ده شغال زي الفل؟ اه طبعا. بالعكس، انت هقول لك على حاجة. طبعا معلومة يمكن ما كل الناس عارفاها، ان انت عندك برضو في الثانوية العامة انت عندك حاجة اسمها الحافز الرياضي. يعني ان انت تلعب بطولة مدارس وتعلق بطولة جمهورية في المدارس، او بتلعب بطولة فردي وتعلق بطولة جمهورية في ما الفرد. أظنش إن الكلام ده شغال دلوقتي. لا لحد دلوقتي. محدش ده شغال. بالعكس، ده الحافز الرياضي كان قل وزاد لسه. الوزير كان لسه على الحافز الرياضي. بيعتمدوا يعني. اه طبعا. من الاول بياخد 16 درجة امم بطولة المدارس. أيوه. ده غير البطل الدولي، بطل افريقيا او بطل العالم، بياخد عدد درجات اكبر بكتير. اه. فده برضه جزء بيساعد معاك طبعا بشكل كبير جدا. يعني انت ابنك لو بطل او ابنك منافس او ابنك قوي، فانت المفروض تسعى معاه في الحتة دي. هندسة. هندسة. وصعوبة هندسة. اه أنت كنت قسم إيه أصلا؟ مدني. مدني. حلو اه أوي. مدني ده أصعب قسم أصلا. يعني من اصعب الاقسام اللي من أصعب الأقسام. أيوه. دي حقيقة. في منتخب مصر وانا في ثالثه مدني بالظبط، او في ثانيه مدني امم تقريبا. كنت في المنتخب برضه. بس برضه موضوع تنظيم، الموضوع والله هو انت من جواك بتحب حاجه معينه. امم فابنك ناجح مثلا في الدراسه في الرياضه، فهي الفكره مش ان ده هيأثر على ده او تحرمه من حاجه عشان خاطر الدراسه، ده غلط. ممكن نسأل على التقدير؟ جاي. ما شاء الله. طب ما ده اه حلو أهو. جايز في هندسة مع الكاراتيه ومنتخب وبتاع. يعني فالحمد لله. كويس. طب ماشي والله. يعني يا جماعة العبوا رياضة وانتوا في الكليات الصعبة، هتنظم لكم وقتكم وتاخدوا يعني درجات. الحمد لله. يعني هي برضو الموضوع كان برضو فيه ضغط برضو، لود، بس انت لازم يعني انت بتحب امم الرياضه، وابنك شاطر او ابنك متميز في الرياضه. مش شرط فكره ان انت تكون بتحب، بس انت متميز في الرياضه، انت ابنك بيمارس رياضه، بالعكس اصبح حط نفسه في حته البطوله.
هي الرياضات كلها ممارسه، لكن في جزء خاص في الرياضه هو المنافسات. مم. فانت قررت لان انت شاطر، ان انت او لاعب شاطر، ان انت تدخل برجلك لموضوع المنافسات. خده كحافز ليك، وخده كتشجيع ليك. عمره ما يتعارض ابدا ابدا مع الدراسه. الموضوع كله تنظيم وقت. انا عندي سيكشن، انا عندي محاضره، انا عندي كورس، انا عندي حاجه، وبرجع بتمرن مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طبعا أنت بتنافس، فأنت لازم طبعا تتمرن كل يوم. تمام. بتمرن متأخر شوية، بدوس على نفسي شوية. بدل ما هخلص وهكسل، لا، هاخد شنطة التمرين واروح على التمرين. اللي هيميزك ايه؟ ان في واحد قرر ان هو لما يرجع تعبان من الكلية او تعبان من الدرس او من المدرسة ان هو ينام، وواحد تاني قرر ان هو ما ينامش، ان هو ياخد شنطة التمرين ويروح يتمرن. فانت مليون في المية انت مستفيد. مليون في المية انت هتاخد 30% استفادة من التمرين. حتى لو انت كان عندك مدرسة وكان عندك كورس، ان كل الحجج دي احنا بنسمعها، مم. بس هي حجج. هياخد جزء استفادة، اكيد هياخد جزء استفادة. طب احنا بعد التخرج احنا كملنا في الهندسة ولا اه. شفتنا على التمرين؟ لا، كملنا في الهندسة. انا اشتغلت في 3 سنين او اكتر من 3 سنين مم. في المجال الهندسي. وكنت طبعا انا بدأت تدريب وانا في الكلية. ف بعد التخرج انا اشتغلت في الهندسة بجنب الكاراتيه. مم. كنت شغال في الاتنين. وطبعا الموضوع كان جحيم. صعب. ايه اللي حصل في لا، موضوع صعب جدا. اولا كنت انا شغال في شركه مقاولات، وكنا شغالين في موقع في مدينه رشيد الجديد. فطبعا موقع في بدايته، فطبعا ضغط يعني من كل النواحي. يعني انت اول ما اي موقع في البدايه عموما في الهندسه، اي مكان بتبدا لسه بسم الله الرحمن الرحيم تبدا في المكان ده، بتبدا تشتغل فيه. فالموضوع بيكون ضغط من جميع النواحي، بجانب بقى الكاراتيه. والكاراتيه وانت، انا مثلا كمدرب انا اخترت طريق في الكاراتيه ان انا ابقى منافس. فانا يطلع لفوق، يهنزل ايه لتحت. وانا يعني بطبيعتي كبني ادم كعبده يعني، انا ما بعرفش ادخل بقى. الموضوع بيبقى عند جوايا، ما بعرفش ادخل حاجه وارجع فيها تاني خطوات لورا. ودي ازمه كبيره قوي. يمكن مش ما اعرفش هي ميزه ولا عيب، بس يعني. فطبعا ده مع ده الموضوع كان صعب جدا، كان ضغط جامد جدا. انا فاتح صالة. كنت بمرن مرتين في الاسبوع، وبالعافية لو عرفت اجيب التالتة. وطبعا بخلص الموقع متأخر جدا. وكان محمد حبيبي الحقني يا راجل المجموعة هتروح مني. بالظبط، كان كابتن محمد طبعا من الناس، واخويا طبعا وعشرة عمر يعني. فكان بيشيلني في تمرين في الاسبوع، شالني كتير جدا في التمرين اللي هي بتبقى في نص الاسبوع، اللي هي في وقت الموقع والشغل والكلام ده كله في الاول. وانا كنت بمرن يوم الجمعة. لحد ما مشيت فترة مع الضغط، لازم اخد قرار. ايه العلامة اللي ظهرت لك قلت لا انا مش هينفعني خلاص، الطريق ده همشي في الطريق ده؟ او بص، ظهرت لي كتير جدا. يعني انا قعدت 3 سنين او 3 سنين ونص او 4 سنين انا بشتغل في المجال الهندسي مع الكاراتيه. طول الفترة آه، انا طول الوقت انا في حيرة. اسيب ولا ما اسيبش؟ طب اسيب ايه؟ طب امشي؟ طب الف ظهري؟ طب اعمل ايه؟ يعني خلاص، طب مش عارف. وارجع اعمل ايه؟ خلاص انا ايام النهارده طبعا نصايح من الناس ومن والدتي ربنا يديها الصحه والكلام ده كله. سيب كذا، لا سيب كذا، لا سيب كذا، لا سيب كذا. وارجع انام، اصحى، اكمل، اكمل، اكمل. لحد امتى؟ مش عارف، بس انا هكمل. انا بحب الكاراتيه جدا، وبحب الرياضه دي، والهندسه حياتي وشغلي ودراستي. فانت في ضغط شغال تقريبا فوق يعني. تقريبا بنام بس. 14 ساعة في اليوم، انا 16 ساعة بنام في اليوم. 16 ساعة، يمكن اكتر. لان أنا يا دوبك بروح انام، مرة انام 5 ساعات، اصحى 5 الفجر، اروح الموقع 6، ابدا اشتغل. كنت في الاول بروح 10 11 بالليل. مدت لواحدة بالليل. مادة ان انت بتطبق في الشغل. بطبق في الشغل ما اه، شاء الله. مادة ان انت ممكن تشتغل مثلا. واخد الغفير في حضنك ومتدفيه. اه، يعني انت بقى صحيني لما العمال يجوا يا عم محمد. نايم بقى تصحوني، اللي هو ايه ده، ايه ده لو فيها نوم يعني، ما فيهاش شغل بالليل يعني.
احنا كنا بنشتغل في مشاريع ضخمه، فالمشروع كان بيبقى محتاج طبعا جهد كبير جدا. وصلت ان انت بتطبق باليومين كمان، فالموضوع كان فيه ضغط جامد. الموضوع وحش جدا. طيب آه. ماشي، فانت اخدت قرار بقى، انهارت امتى؟ خدت بقى قرار ان انا كنا ريحنا شويه من الشغل في المجال الهندسي، الموضوع قل شويه، وبدات احس ان انا لا، عايز اشتغل اكتر في الكاراتيه، فاتجهت للايه انت حسيت ان انت عمرك بيضيع في الموقع؟ دوت عمرك بيضيع. والله هي انا عايز اقول لك طبعا بيجي لك حنين برضه، طبعا من وقت للتاني. بيوحشك المجال. طبعا رغم كل الشقاء اللي فيه، يعني رغم الشقاء يعني الموضوع لان انت طبعا يعني انت بتتعامل مع منظومه، مع الشركه، بتتعامل طبعا انت مهندس، فانت مسؤول عن كل حاجه بتحصل حواليك، مع عمال صناعيه ومقاولين وكل حاجه. انت مسؤول عن حاجات كتير، ولازم انت اللي يكون عندك دايما الحلول. دايما زي ما بيقولوا ايه، المهندس بيعرف كل كل حاجه، حاجه. حاشر قال لك مناخيره في المهندس كل ممكن حاجه. يشتغل دكتور يعني بينظر على الدكاتره كمان، ايوه. فاهم؟ بيفضل فاللي يشوف هو ايه، كده. عارف اللي نقعد نضحك بيها دي، هو اه، المهندس يعرف كل حاجه. ده واقع، ما احنا ينفعش يقول ده لا، واقع، ده ما واقع. ينفعش يقول ما اعرفش. اه. انت مهندس، انت هتحلها ازاي يا عم؟ ما مش مجالي. لا، انت لازم تقول ايه، لازم تقول حاضر. يمكن المهاره دي نفعتك في مجال التدريب جدا. امم اداره التيم، اه جدا حلول جدا. المشاكل اللي انت بتظهر لك في الشغل. بالظبط انت تحاول تدور، وفي حياتي الشخصيه، يعني في حياتي عموما وفي تعاملاتي وفي كل مم. حاجه. انت بتحاول تدور على حلول في اي موضوع بيقابلك، اكتر ما تعقد الموضوع. مم. يعني انت مش دورك انك تعقد الموضوع، ايوه. انت دورك انت تحاول تدور على حلول، حل واثنين وثلاثه. طب لو الحل ده ما نفعش، إحنا عندنا الحل ده. لدرجه اللي حواليا مثلا ممكن حد مثلا يسالك في حاجه، ف والله احنا ممكن نعمل كذا، وممكن نعمل كذا، وممكن نعمل كذا، اختار. ولو ما عملناش ما خسرناش حاجه، صح. نجرب. يعني هي الفكره ان انت بتحاول تدور اكتر على حلول، فنفعتني طبعا بشكل كبير جدا. آم، مجال عظيم، ومجال فيه والتعاملات مع الناس، بعيدا كمان عن الفنيات اللي في شغل الهندسه، او انت كمهندس، او الحاجات اللي انت عارفها، او التعليم، او الكلام ده. تعاملات مع البشر اللي حواليك، وان انت ازاي تكون تقدر ان انت تدير امر معين، بشكل صح، بشكل لائق، بشكل مناسب. في نفس الوقت انت عارف قراراتك تاخدها ازاي، والقرار ممكن تاخده ازاي، والكلام ده كله طبعا بتفرق كتير. احنا دلوقتي في فتره التدريب، فانت بتقول من 2017 لحد يومنا ده، صح كده؟ بالظبط. ايه اكتر حاجه صعبه واجهتك في الكارير ده، في الصعوبات اللي كانت بتقابلك والمطبات؟ حد يضايق عليك؟ ده حد كتير. يخطف منك تلامذتك؟ ياه. ده كتير. اولا انت على قد انت بشخصيتك بتفرض على اللي حواليك، مم. فانت على قد ما بتقدر بتحاول تحترم الناس، والناس تحترمك. طبيعي ان لو حصل اي خطوط، تعدي للخطوط، فالشخص ده خلاص بالتوفيق وخلاص، لان ما انت ينفعش. اضطريت تستخدم قوتك الغاشمة في حل اي نزاع؟ ف... فمشكلة مثلا مع اولياء امور او حاجة مثلا مثلا زي كده. مثلا والله مش كده برضو الفكرة، يعني هي مش. بص انا بتعامل بشكل لائق مع الناس على تمام. قد ما اقدر. ولكن طبيعي ان انت بتتعامل مع بشر، فطباعهم مختلف، كل واحد بيشوف من وجهة نظره حاجة. صح. وللاسف هو انا دايما اقول ايه، دايما الشخص ده انت وثقت فيه، ومدرب، وبيجتهد، مش هقول لك شاطر او كده، بيجتهد وبيقدم حاجات كويسة. فدايما اولياء الامور افكارهم مختلفة عن بعض، كل واحد وليه فكره، ولازم تتعامل مع كل الناس وبالشكل بطريقه معينه، بس في نفس الوقت انت محافظ على السيستم بتاعك او النظام بتاعك. قابلني طبعا ناس بقى اللي هي ايه بقى، كل واحد عايز مثلا ولي امر عايز يفرض رايه في حاجه معينه. مم. مدربين بقى مثلا بتخطف اللعيبه والكلام ده كله ده. بتحصل ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، احنا المجال معروف، يعني المجال ما كل الناس عارفه
عارف فلان وعارف فلان وعارف فلان كده. هو الناس نفوسها اوقات بتبقى ضعيفة شوية، واوقات خلاف مع مدرب، فهو بيفتكر ان هو لما هيروح في مكان تاني هينجح. جايز ينجح وجايز لا، بيتوقف على المدرب اللي انت هتروح له ده هيفيدك في ايه، هيضيف لك ايه. دي نقطة. النقطة التانية انه هيتعامل معاك ازاي يعني. ف يعني انت ممكن تضيف. انا في لعيبة بتنتقل من مكان، بتنتقل ليا، بتيجي اهلا وسهلا، تمام تمام، مفيش، امور كلها مستقرة والامور كلها محترمة، ونجتهد جدا، نتطور جدا لحد ما ربنا يكرمنا على طريق البطولة ما دام احنا مركزين. وفي ناس بتبدأ تتلاعب مع ولي أمر، مع يكلم حد يكلم حد يكلم حد وحاجات زي كده يعني. فدي طريقة يعني بتنجح معاهم. مم. بقى النفوس أولياء الأمور شوية مثلا مهزوز. مهزوزة أو حاجة، فأوكي يعني تمام، بالتوفيق. بالتوفيق، لأنه أنت دايما لازم تبقى عارف قدر نفسك. فالحمد لله انا عارف قدر نفسي، وعارف انا بقدم ايه، او عارف انا الحاجه اللي انا بقدمها دي عامله ازاي، او الكلام ده كله. فمرحب باي حد يحب ياخد الحاجه ديت، واي حد عايز يستغنى عن الحاجه ديت، في التوفيق يعني. هل في مرة صادفك او اتحطيت في موقف انك رفضت طالب عندك او مشيته؟ خالص. رفضته مشيته؟ نهائي يعني، مشيته من انت المكان. مش هتدربه؟ لا، ما صدفتنيش. يعني هقول لك مثلا مش بالشكل المباشر ان مم. انا اطلع مثلا بره، انت مش لا هتطلع. يعني اخدت قرار، لو الطالب ده انت مش هينفع تبقى تلميذ عندي، او انا مش هينفع ادربك تاني؟ إيه، يعني ممكن تكون حصلت ايه اللي مرة حصل؟ ولا حاجة. ايه اللي حصل؟ بتبقى سوء خلاف، او يعني سوء فهم، او خلاف مع في وجهات النظر مع ولي الامر. ولي الامر. مع ولي الامر. انما الطالب نفسه؟ لا لا اه. لا، لان انا برضو اللاعب اللي بيتمرن معايا بيبقى ليه، يعني ليه تيمة أخلاقية كده، أو ليه طريقة معينة. مم. يحترم التمرين، يحترم الشغل، يحترم المدربين، آه، يبقى عارف حدوده كويس مهما كبر في السن، حتى لو هو كبير. لازم تبقى عارف الرولز عشان ما تعديهاش. لكن اي حد ممكن المح عليه ان هو بدأ ينحرف عن المسار، لا هوقفه وهرجع لولي امره، وهرجع لحاجات كتير عشان خاطر يقوموه، مع ان انا كمان بقومه. وارد جدا يعني. انا هقول لك على حاجه مثلا، ان انا في مرحله المراهقه، اللي هي بتاعت الولاد والكلام ده كله، طبعا بيعدوا بفتره بتكون صعبه شويه. مع الاجيال الجديده اصعب كتير على في ايامنا دي. جدا. مم. موضوع صعب، لان وسائل التواصل بقت سهله، الانفتاح اللي موجود ده بقى مسهل كل حاجه. فبتعامل بحزم، بتعامل بشده، بتعامل بلين، بتعامل بفهم، بفكر. لازم اوفر له كل الحاجات دي، العوامل دي. لازم اوفرها له مم. عشان يقدر يعدل مساره مره تانية. فاولادي اللي موجودين معايا، او لعيبتي اللي موجودين معايا، وهم اولادي فعلا واخواتي الصغيرين، اي حد بينحرف سن عن المسار، بقدر الحمد لله بفضل الله ان انا اعدله للمسار الصحيح تاني. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك باخد كل العوامل دي، مم. اللي هي ان انت تفهمه ان في شد، وتعرفه ان في شد، وتسمع منه، تتواصل معاه انسانيا اكتر ما فكره مدرب ولاعب. ان انا اتواصل معاك انسانيا، ان انت ابني، او ان انت اخويا الصغير او اختي الصغيره، او الكلام ده كله، آه، علشان اقدر اقرب المسافات شويه، واقدر افهمك ان الطريق ده مش صح، لا الطريق ده اللي صح، لا الطريق ده غلط، لا خلي بالك، لا خلي بالك من الغلطه دي، خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا. لان هو في مرحله عمريه كل حاجه متاحه قدامه، كل حاجه في افكار قدامه. هو مش شخص سيء او وحش، بالعكس هو شخص كويس، بس
محتاج تعديل شويه لانه انحرف عن المسار. انحرف عن المسار ده طبيعي، ان اي حد ممكن دماغه كده، فانت لازم تحتوي الامر ده يعني. فما ما حصلتش غير ان هو ان انا مثلا مشيت حد لسلوكيات معينه او لاسلوب معين او لحاجه معينه. لا يعني اعتقد ما حصلتش، لا. هي كانت بتبقى دايما خلاف ممكن مع ولي الامر. ازاي ابقى مدرب كاراتيه ناجح؟ اه ده سؤال قوي قوي. دخلت على طول من غير مقدمات. لا لا لا، سؤال قوي قوي، ده سؤال صعب. اهم سؤال في الحلقه اصلا. اه طبعا سؤال صعب جدا جدا يعني. بص، يعني سؤال فعلا انت فاجئتني يا محمد. خد وقتك يا باشا، احنا معانا بطاريات. ده واضح ان فيها حلقه تانية. لا، ده سؤال، ده فعلا ده سؤال عايز رد قوي قوي يعني. بص، هو فكرة ان انت تكون مدرب، اهم مبدأ. اهم مبدأ الاجتهاد، او هي سمة يعني، مش مبدأ، هي سمة لازم تجتهد قوي قوي علشان تبقى شاطر. تعالى بقى الاجتهاد ده والتعب والمجهود ده ماشي ازاي؟ المسار اللي هتحط عليه كل مجهودك وكل طاقتك ده لازم تمشيه في مسار كويس قوي علشان تقدر ايه، تقدر تحقق النتيجة المطلوبة مم. وتبقى شاطر زي ما بيقولوا. مم. آه لازم تبقى فاهم قوي الكاراتيه وبتحبه. اهم شرط. طبعا مش مجرد حاجه بتجيب فلوس. مش مجرد حاجة بتجيب فلوس، دخل. الله ينور عليك. اه. مش هي حاجة انا بكسب فلوس اه وخلاص. شغلي. اه اه. لا، يعني ما ينفعش، ما مم. ينفعش ان هو يبقى مجرد وظيفة. لو انت عايز تبقى مدرب ناجح لازم تحط فيها من روحك. لازم من روحك. الله ينور انا عليك. فاهمك. جدا، بقيت يا مين كويس اللي قوي نفس الموضوع في مجالي يا اسطى. بالظبط تحط يعني في الموضوع من روحك فعلا. روحك، مم. ان انت تحط من روحك فعلا، مم. ان انت من قلبك تبقى بتشتغل، ان انت وتقيس نفسك كل فترة. يعني انا اشتغلت فترة بلعب ماتش، بلعب لقاء ودي، فبقيس نفسي انا مشيت قد ايه، او انا طلعت لقدام ولا لا. وبعد فترة ارجع واطور واشتغل واتعب واصلح واغلط واتعلم واشوف. مش عيب ان انت تشوف اللي حواليك وتشوف بره مصر وجوه مصر عن طريق طبعا الانترنت، ما خلاش اي حاجه. ف ف فلازم تشوف كل حاجه علشان تتعلم وتضيف. اتعلمت من ده حاجه، انا اتعلمت من محمد حاجه، اتعلمت من فلان حاجه، اتعلمت من فلان حاجه، خدت حته من ده، خدت حته من ده، لحد ما بعد فتره انت بتكون اسلوب خاص بيك، بتبقى مميز بيه ولعيبتك، وبينطبع على لعيبتك، يعني بينعكس على لعيبتك. مم. فلعيبتك بتبقى مميزه بيه. بتطبق بطبعك. بالظبط، بتبقى مميزه بيه. وبعد كده بيبقوا ابطال. وبتشوف النجاح ده طول ما انت بتجتهد في السكه دي، انت هتوصل مليون في المية، مليون في المية. وكل مدى او كل مرحله ما الاجتهاد بتاعك المفروض ان هو يزيد مش يقل. مم. في حد ممكن يقف عند مرحله معينه، انا تمام، فيبدأ يصيبه قدر من الغرور، او اللي انت شايف ان هو انا خلاص انا حققت انجازات واحد اتنين تلاتة، فانا انا حاجة. لا، هتقع. يعني هي اللعبه ما فيهاش مرحله. استمرارية، اه. لازم استمرارية. مم. لازم استمرارية على مستوى التدريب، لازم كلاعب، لازم استمرارية ليك كمدرب على مستوى التطور، على مستوى الاجتهاد. لازم تنافس نفسك كل سنة، لازم كل سنة انت عندك ميدالية. لا انا عايزهم اتنين، انا عايزهم تلاتة، عايزهم اربعة. انا كان معايا لاعب بقى اتنين، ده كبر، التاني بقى في السن ده بقوا تلاتة، بقوا اربعة. لازم تقيس كل ده. صح. فهمت؟ هل تفضل انك تبقى تبع مؤسسه بتخرج اللعيبه دي، هيبقى التركيز معاهم يطلعوا كفاءة، ولا يبقى انت لا انت مدرب ليك طلبتك في مكانك، امم مركز مع ال10 دول، مركز مع ال20 دول بس؟ انت بتبقى بتتكلم على حتة التطور، يعني اه بنكبر، فممكن الموضوع يتحول لمؤسسة. هل الكيرف بينزل لما بعد المؤسسة؟ وجهة نظري انه انت مدرب شاطر، ولي امر مجتهد جدا، ولاعب
انت لو هو صغير فانت حببته فيك، مم. فقدر ان هو يحبك ويبقى عايز يتطور. فهي ديت المثلث الأهم، إن مدرب مجتهد شاطر وولي أمر مؤمن بيك ومركز معاك. مؤمن بيك ومجتهد جدا وملتزم جدا اه ولاعب. طبعا بينعكس عليه انطباع المدرب وانطباع ولي الأمر، فبالتالي بيكون أكتر اجتهاد وأكتر إنتاجية. التزام، فبالتالي الإنتاجية بتزيد. شايف إن ده أهم حاجة، مع احترامي الكامل للجميع بصرف النظر عن المؤسسات او الصالات او الكلام ده. يعني لو انت حاجه خاصه بيك او انت مؤسسه نادي او حاجه زي كده، لا بصرف النظر. المعادلة دي تمشي على كله، كل مؤسسة، نادي، شخص مؤسسه بفرده نادي بحاله، شخص ايا كان طالما المثلث بتاع المثلث المدرب ده ولي الأمر اللاعب اللاعب ولي التلاتة الامر ملتزمين، والمدرب هتوصل للبطولة، هتوصل بالظبط للميدالية. بالظبط، بصرف النظر عن المؤسسه او بصرف النظر عن المكان. لان في يعني اولياء امور بتبقى وجهتهم ناحيه المؤسسه، شايفين ان انا هنا لا يعني انا اعتقد ده مجالي، فانا ممكن اقول رايي يعني ايه الحقيقي. لا الموضوع مش كده. مم. وممكن حد يشوف الصلاه فقط، لا برضه الموضوع مش صح. ماشي. الصلاه دي حاجه كويسه جدا وتركيز اكتر وكل حاجه، بس المدرب وضعه ايه؟ مم. انت كولي امر وضعك ايه؟ اه انت ما تجيش تقول لي كابتن اصل وتطلع حجج وتطلع اعذار وتستغل الاعذار دي ان هي تكون آم، هي الشماعات اللي بتعلق عليها كل حاجه، وتقول لي اصل انا المؤسسه او الصاله. لا، او انت كلاعب كولي مهمل امر مستهتر. مهمل ومستهتر مش مركز ومش حاطط هدف في دماغك، مش حاطط حاجه عايز توصل لها، بطوله معينه عايز توصل لها، مش شايف الابطال الاكبر منك فانت عايز تبقى ده، عايز شايف واحد تاني انحرف في اتجاه معين فانت عايز تبقى كده مش عايز تبقى كده، برضه ده قرار. فالفكره ان المثلث ده بالنسبه لي اهم. المثلث ده لو متوفر سواء في مؤسسة أو في صالة، أنا أشوف إن المثلث ده يبقى هو المثلث ده لو اتطبق في نجاح. أي مكان هيظبط الدنيا. نجاح. طيب هل أنا واحد في سني وفي لياقتي اللي أنت شايفها قدامك دي ما شاء الله. ينفع يبدأ لو قال لك أنا صحيت من النوم عايز أتمرن كاراتيه، يا سلام. ألاقي مكان ليا في هذا الوضع المزري؟ طبعا. طبعا بص هقول لك على حاجة. أنت فهمت سؤالي طبعا. طبعا هل الكاراتيه ينفع لأي سن وأي وضع؟ ينفع لأي سن وأي وضع، بس يختلف فكرة المنافسات زي ما قلت لك. مم. يعني هي القصة كلها في أنت زي ما قلت لك هي الرياضات ممارسة، ولكن يبقى جزء كده. يعني انا بشوف ان الرياضه هي خط كده اعمل كده، في جزء هنا الخط ده انت بتمشيه كده، وفي جزء في اخر الخط ده اسمه جزء المنافسات. فانت يا بتيجي عند الاخر كده تحط رجلك جوه المنافسه، مم. يا تفضل ممارسه براحتك. هي رياضه وهتعلمك وهتعمل لك انضباط وهتعمل لك ثقه بالنفس، وهتعمل 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 الكلام ده كله، وهتفيدك بشكل كبير. وهتمارس رياضه في اي سن في اي وضع، وهتلعب الرياضة لنفسك ولجسمك ولحاجات كتير جدا. مم. جزء المنافسة هو اللي ممكن بقى ايه يبقى فيه كلام يعني. هل في حزام لمواد 95؟ هو ده. هل هلاقي حد في وزن يلعبه؟ انت بس ايه نور بس وابدأ وانا معاك ما تقلقش. لا انا واقول لك على اكبر دليل على كده ان احنا برضو في نقطة، هي ان احنا مثلا عندنا في الكاراتيه بطولات ذوي القدرات، والبطولات العالم لذوي القدرات، وبطولة افريقيا لذوي القدرات والكلام ده كله. الناس دي بجد هي هي حلم، هي إرادة من حديد. هي إرادة مش طبيعية، مش طبيعية. يعني الناس دي بجد هم في مكانة. انا لما بتفرج على الناس دي قد ايه ببقى فخور بالناس دي، ان هي بتحب المنافسة، مم. بتحب الرياضة، ان هي تقدر تعمل ده تحت اي ظرف ايا كان. اجتهاد مضاعف. اجتهاد رهيب، اجتهاد رهيب بجد، حاجة فخر يعني. ما شاء الله. حاجة تستدعي ان كلنا نفتخر بالامر ده في كل بقى الرياضات، مم. مش بس الكاراتيه. يمكن في الكاراتيه كمان احنا مميزين جدا وعندنا ابطال كمان.
في ذوي القدرات والحاجات دي كلها. ما شاء الله بجد، اراده حديديه. ما انا كنت لسه حالا هسألك. اه انا سمعت وانتوا جايين على حتة في ايفنت جاي وحاجة جاية تقريبا خاصة بالاتحاد. احنا كان عندنا اه الايفنت الاخير كان يوم 27 11 اللي اللي فات فات على ده. طول. اه كانت بطوله العالم للكبار، اللي هي اه الرجال والانسات. تمام. ومصر حصلت على ترتيب عام اول ما شاء الله. لاول مره. حلو ده. لاول مره. والبطوله كانت بتقام هنا في مصر. بطوله مم. العالم كانت بتقام هنا في مصر من يوم 27 ليوم 30 11 في استاد القاهره. ده من اسبوعين. بالظبط. اه وطبعا مجهودات مش طبيعيه من الاتحاد المصري للكاراتيه وكابتن محمد الدهراوي ومجلس الاداره. اجتهادات رهيبه في البطوله ديت ان هم يطلعوا البطوله في المستوى ده، يعني طبعا بطوله عالم. فبطوله عالم انت جاي لك كل دول تركيز العالم. بقى على مستوى. بالظبط. وبطوله كل دول العالم هتلعب، يعني مفيش حد هيعتذر مثلا، مفيش حد هيقول لك انا في مش عارف ايه، دي بطوله عالم. وكبار طبعا، الكبار طبعا بيبقى اللي هم الرجال، فئه الرجال والانسات طبعا بتبقى الفيرست، فبيبقى التركيز معاهم كبير جدا. مم. احنا حققنا فعلا ترتيب عام اول باربع ميداليات. عبد الله ممدوح، يوسف عماد، واحلام في ال 55 ميزان 55، وايه هشام في مسابقات الكاتا. بصراحه هم ابطال فعلا، يستحقوا اللي هم فيه. وعلى فكره بقى بالمناسبه، يعني ان هم ما شاء الله كليات قمه، وتخرجوا من كليات قمه ومهندسين وهم حاليا بيلعبوا. يعني ماشيين بالتوازي برضو مع الكارير بالظبط. ومع اللعب. فما فيش حاجه اثرت اه عليهم، وقدروا ان هم يعملوا التوازن اللي كنت بقول لك عليه، مم. اللي هو ما بين الدراسه وما بين الرياضه والموضوع دوت. ولحد دلوقتي ما شاء الله ده بيلعبوا. اثبات واقعي ان بالظبط. اللعبة مش هتشغلك عن دراستك عن نهائي. شغلك، بالعكس هتنظمه بالظبط. وهتخليك اجتهد بس، تركز. اه يعني اجتهد شويه. ادي يعني بالشعبي ادي لعبة وش. ادي بالظبط. ادي لعبة اجتهد وشك شوية، اديها وشك شوية. اجتهد شويه، اه اتعب شويه، ما تكسلش، ما تختلقش اعذار من الهواء. موضوع الكسل وعدم اللامبالاة ده يعني آفة ضخمة جدا في جدا أحيان. جدا للاسف. أكيد طبعا صادفك الواد يجي مرة ما يجيش اتنين. بالظبط. فاهم انت. للاسف يعني هي دي ويحطك في النقطه. حرج. طب انا حاسبه على ايه ده ده اللي عامل معاه ايه؟ طب انت يا ابني استفدتش حاجة باللعبة؟ طب انت بتيجي ليه اصلا؟ فاهم. بالظبط. يعني هي دي نقطة دايما برضو صعبة. يعني مثلا انت في التمرين الاساسي مثلا بيبقى ثلاث ايام مثلا في الاسبوع مثلا. ف دايما اقول لهم انت 3 ايام مطلوب منك فترة تمرين تتراوح ما بين الساعة ونص للساعتين. دايما تطول. ده طب انت ازاي مش قادر تاخد من يومك ساعتين توفرهم للتمرين؟ ليه؟ هو في اكتر من ساعتين بس بيروحوا فين؟ في بيروحوا فين؟ في السكرول. فلوس. الله ينور في عليك. الفاضي. بالظبط. بيروح في الفاضي. اللي هي التيك توك والموبايلات اشفط ومش عارف الوقت. ايه والحاجات دي كلها، ان هو يضيع وقته في حاجات كتير جدا جدا. طب كل الوقت ده انا ممكن احطه في التمرين، صح وفي نفس الوقت برضو اخلي وقت ليا للترفيه صح وللكلام ده كله. صح. تنظيم. والله هو الموضوع تنظيم فقط. لو قدرت تنظم فعلا هتقدر تعمل كل حاجة وبشكل صحيح جدا، وهتقدر تنجح في كذا حاجة لابنك في دراسته في الرياضة وفي الكلام ده كله. زي ما قلت لك الأبطال العالم اللي لسه محققين حالا، ودول مش أول مرة، دول إن شاء الله يعني محققين كذا بطولة قبل كده، سواء بريمير ليج أو بطولات عالم أو أفريقيا أو الكلام ده كله. آه، في ظل كمان ما الاتحاد بيوفر حاجات كتير جدا آه، للعيبة. يقدروا ان هم يشاركوا في ايفنتات كتير جدا بره مصر، سواء في اليوث ليج لمرحله الناشئين والشباب، او للبريمير ليج لمرحله اللي هم الكبار الرجال والانسات. آه، فليه ما تستغلش ده؟ اصبح كمان دلوقتي الموضوع حجم البطولات بقى اكبر من زمان. يعني احنا زمان كانت البطولات محدوده جدا، هي بطوله مم. العالم، مم. بطوله افريقيا، ما يبقى فيه مثلا بحر متوسط، يبقى فيه مش عارف ايه ده اللي هو ايه كده يعني. وكان دلوقتي في ايه دلوقتي؟ دلوقتي فيه كل حاجه. دلوقتي احنا الاتحاد كان انا عشان بس ما انساش التاريخ بالظبط، بس في اخر شهر 9 تقريبا اللي فات، تقريبا كان شهر 9 اللي فات في اخره، او شهر 10، كان عندنا بطولة شمال افريقيا كانت بتتلعب هنا في مصر لدول شمال افريقيا. بطولة العالم كانت بتتلعب هنا في مصر في شهر 11. آه، كان في بطولات افريقيا، بطولات البحر المتوسط، اليوث ليج
بطولات اليوث ليج انت اصبح الاتحاد الدولي حاطط لك كذا بطولة يوث ليج في السنة، حوالي 4 تقريبا أو 5، وبريمير ليج حوالي 4 برضو، وغير بطولات السيرياس ايه، غير انت في بطولات، في حجم بطولات كبير جدا. الموضوع انفتح من الاتحاد الدولي، وبالتالي الاتحاد المصري للكاراتيه بيطلع اللعيبة وبيخليهم يطلعوا ويسافروا، ومفاتح الفرص دي كلها. فانت كلاعب في الوقت الحالي انت لازم تحافظ على نفسك وتجتهد وتستغل الفرص اللي متاحة قدامك، ما تبعد عن الكسل شوية، هتلاقي صح الدنيا بقت جميلة خالص. صح، اتمنى والله كلامك. انا نفسي والله. اخر حاجه ممكن نختم بيها الحلقه، مم. حاجه ممكن تبص للكاميرا بتاعتك. لا انا السؤال الفقره دي بحبها قوي في اخر كل حلقه. تبص للكاميرا بتاعتك، هنواجه كام رساله حلوين كده. تمام. اول رساله للمستجدين في هذه اللعبه، اللي عايزين يبقوا لاعبين، او ممكن سابوا خلاص اللعب وعايزين يبقوا مدربين، عايزين ياخدوا نفس المسار، عايزين نوجه لهم رساله. اجتهد، اتعلم، ما تتكبرش على حاجة، اتعب كتير قوي، ركز في شغلك قوي، هتوصل. لو عملت الحاجات دي هتوصل، وهتوصل للنتيجة اللي انت بتدور عليها. الرساله الثانيه، نبص لنفس الكاميرا. تمام. وجهها بقى ايه لزملائنا الحاليين، تحب تقول لهم ايه؟ المدربين يعني. اه آه، احنا طول ما في روح تعاون احنا هنقدر ننجح كلنا بلا استثناء. دايما لو متعاونين مع بعض، دايما لو بنحب الخير لبعض، لو ايد واحدة هنغير حاجات كتير، وهنبقى دايما للأحسن. لو هتكلم عن منطقة اسكندرية أو عن اسكندرية عموما، احنا لو في ده ما بيننا احنا أكيد هنبقى هنكسر الدنيا، وهنرجع تاني زي زمان، احنا الرائدين في المجال، واحنا كل البطولات احنا المستحوذين عليها. فانا اتمنى ان ده يبقى موجود وما بيننا كلنا كمدربين، يعني ما يبقاش ما بين بعض الناس بس، يعني ما بين كل الناس. يعني باختصار اسلكوا. ده يعني ايه، انا بعض هحطها الناس هحطها بس ايه كان لازم بعض الناس وقفه كده. هنا عايز اقول. لا اتقوا الله. مشوا الدنيا كده وهي طيب خليها تسلك يعني. اخر رساله نحب نوجهها لولي الامر اللي لسه متردد، او مش، او هو عارف بس مطنش، مش عايز ياخد قرار في صالح ابنه. مم. مش شرط لعبه الكاراتيه، اللي هو حتى يبقى جسمه، يبقى ابنه رياضي. انا هوجه رسالة آه، منقسمة لاتنين. الاولى، ده ابنك انت بتستثمر فيه لصحته، وانه يحافظ على جسمه، وتقدر ان انت تعدل كتير من سلوكياته، وتحافظ عليه من حاجات كتير جدا، ومن اضرار كتير جدا بتواجهه في الحياة بره، او من اصدقاء تانيين ممكن يعرفهم بعيدا عن اصدقاء التمرين، ودي حاجة مش صحية يعني، وهتعاني انت منها اكتر لما ابنك يكبر شوية. الجزء التاني عملي ازاي؟ ان اصبح دلوقتي الرياضة اخذت حيز كبير جدا في العالم كله، كل الرياضات بلا استثناء، كل الالعاب الرياضيه اخده شهره كبيره جدا، واخده حيز كبير جدا من الاستثمار ومن الاقتصاد للدول، ومن حاجات كتير. فاصبح الموضوع لما بتوصل لليفل المنافسه، مش بس انت ممارسه رياضه او منافسه رياضه عاديه، اصبح الموضوع بياخد مسار تاني خالص، ومجرى حياة للعيبة كتير جدا، أو أطفال كتير جدا لما بيكبروا ويبقوا أبطال وبياخدوا، بتبقى سكة الرياضة هي سكتهم الأساسية لشغلهم، لحياتهم، لبيتهم، لأسرتهم. ف لا، ركز في الموضوع شوية، هتلاقي إن زي ما بتطور ابنك في حاجات وبتشغل وقته، الرياضة جزء مهم جدا 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 جدا. أعتقد إن الناس محتاجة تغير تفكيرها شوية، اللي هي لسه فقط انا ابني للدراسة فقط او لحاجات معينة فقط، لا، الرياضة اخده حيز كبير. ركز، بص حواليك، هتلاقي ان هي لا، مش زي الاول، مش زي زمان. الاتجاه ناحية الرياضة بقى هو تقريبا محور للعالم كله يعني.
فركز قوي في النقطه دي الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. يعني. كان معكم الكوتش. انا لا. مبسوط جدا جدا ان انا معاك بجد، وان الحلقه جميله والمكان جميل وانا يعني انت عارف معزتك عندي عامله ربنا ازاي. يخليك ربنا يخليك. مبسوط جدا جدا جدا. احنا اللي مبسوطين بيك تسلم. ونورتنا بودكاست متغير. يعني هي حلقة بلا ترتيب ما شاء الله. اول بس ما قلنا الفكرة لقينا اي ام ان على طول. معلش الانجليزي بتاعي ما تقعدش تتحدث عليا. انا عارفك، بص شايفها في عينيك، بيضحك. شايفها في عينيك، بس بيقف لي جامد في المصطلحات الانجليزي بتاعتي. معنا ورا الكاميرا يا جماعة الكوتش محمد رجب، الكوتش والمونتير والديزاينر ما شاء الله. الاخ الغالي عليا. مالتي تاسكر رهيب ما شاء الله ان عليه. شاء الله عليه طبعا. ان شاء الله مع اول ميداليه ذهبيه. يا رب. وهي عندكم بالميداليه ولا بالحزمه؟ انا نسيت اسالك. الميدالية. بالميداليه. الاحزمه بقى دي بتتدرج فيها، بس الميداليه يعني الميداليات بقى اللي جايه بقى ادعي لنا بقى ان شاء الله نبقى عندنا ميداليه او اكتر في بطوله العالم اللي جايه. هي اكبر ميداليه ان شاء الله اول ما تجيبها تيجي هنا نتصور بيها هنا كده. بأمر لك الله. البودكاست هو اللي تنبأ طبعا. بهذه الميداليه الكوتش. يا رب يا رب يا رب. حبيبي الله يخليك. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تشيرها وتكتبها كومنت، تدعم فيه الباشمهندس والكوتش والمدرب والاستاذ والمهندس تسلم. كل هذه كل الألقاب. هذه الالقاب. الاستاذ المدرب الكابتن عبد العزت. وقول لنا رايك في الحلقه، وقول لنا عايز نستضيف مين في مجال الرياضه والالعاب القتاليه. اكتب لنا كومنت، قول لنا رايك، وان شاء الله ما تبقاش اخر حلقه، نطلع تاني مع بعض طبعا مع لعيبتك وابطالك ان شاء الله. باذن نستضيفهم كلنا، احنا معانا كنبه يعني نحطها بإذن ورانا كده الله. ونعمل معاهم لقاء كده جامد جدا ان باذن شاء الله. طبعا باذن شيء الله. يشرف. نورتنا. خليك. انا والله مش هين عليا في الحلقه يا جماعه. تسلم. والله تسلم. ربنا حبيبي. يخليك. مع السلامه.